فاضل لي ماتش وباول الدوري. خرجت من الكاس مرهق تعبان، قاعد في الماتش بتاع الحرس، اللعيبه متقله في الفطار شكلها لحد الدقيقه 80. الاقي لاعب عمري ما شفته تقريبا بجاب جون براسه، حط احلى جون براسه. شفنا لاعب امبارح جاب جون براسه، واحنا اصلا عمرنا تقريبا ما شفناه جاب جون تاني براسه. فلا رمضان ده بادئ حلو. رمضان ده بادئ حلو. انا قبل الدقيقه 80 انا كنت عايز اشوف كل اللعيبه، منهم محمد اسماعيل اللي انا كنت شايفه متقل في الفطار قوي، او هو مرهق، لعيب مرهق. خلاص هو لازم يريح، هو لازم انه يريح لانه خلاص هو مش قادر، هو مش قادر يجري، مش قادر يعمل اي حاجه. محمد شحاته بنفس الطريقه، مش انه مرهق بس هو برضو لسه ما خدش الفورمه بتاعته، لسه ما شفناش الفورمه اللي احنا كنا شايفينها، اللي احنا كنا بنبي عليه امام عاشور. لسه ما شفناهوش منه، لسه برضه حاسس ان هو محتاج حاجه. فريق حرس الحدود كان يعني من فرقه اللي كانت مذاكراك قوي، مع انه تاني فريق دخل فيه جوان. يعني هو تاني فريق دخل فيه جوان بعد كابتن اسماعيليه، هو تاني فريق، بس كان مذاكرك قوي. وابتدت الفرقه المصريه تذاكرك، اللي هو فكره العمق، فكره الاخوات بزياده العمق. فانا هقفل الدنيا في خالة ان عبد الله السعيد مش عارف يلعب، محمد شحاته مش عارف يلعب، ومنهم خوان بزيرة مش عارف يلعب. فبلاقي مثلا ان عدي الدباغ بقى يمين وخوان بزيرة بقى شمال. فانت كده ضربت الدنيا ببعضها، لان المفروض ان حد قاف في العمق فانا العب على الوينجات. فمين بقى اللي هيبقى الوينج بتاعي؟ مين الوينج اليمين؟ هو خوان بزيرة. وينج الشمال بقى خلي اي حد خلي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بقى لاعب بنتايج يقعد يرفع ناصر منسي بقى وعدي الدباغ، هما اللي يكونوا اتنين مهاجمين واجدين في الخط، ممكن يجيبوا جول. ده اكيد يعني، ده احتمال اتنين مهاجمين واقفين عند الخط ان شاء الله يعني هتيجي جول. بس هي فكره ان حرس الحدود انا متوقعتش منه كده. انا قلت الماتش ده انا كده كده كسبان فيه. هتقولي لي يعني ليه؟ ان هنه انا ما شفتش منه كده. هو كان الماتش ده هو ابتدى خلاص بقى، هو مذاكرك، هو عارف انت هتعمل ايه، فانا بعمل كده ان انا هقفل العمق كله مش هخليك تعمل حاجه. فريق حرس الحدود كانش بيهاجمني، وغلطتي انا ان انا ما كنتش بضغط. دي المشكله. انا ما كنتش بضغط على حرس الحدود، وحرس الحدود اصلا كانش يعني كان بيهاجمني بعبط. مات سليمان كان بينقذني او معظم الماتش، عمال ينقذني. يعني انا بقول الحمد لله وكل حاجه. بس يا جماعه الغلطات دي يا جماعه لو ما عملتش مع حرس الحدود هتيجي مع فرقه تانية. ما انت هتلاعب زد، هتلاعب بيراميدز، هتخش بقى على ماتش تقريبا تالت، وبعدين الاتحاد. انت فاضلك 5 ماتشات، خلي بالك 5 ماتشات. 5 ماتشات يخلص الدور الاول، 5 ماتشات والدور الاول يخلص، وانت كده ايه؟ لو كسبت 5 ماتشات وانا بقول ان هما في الجيب، مع يعني ممكن تكسبهم عادي. منهم ماتش بيراميدز اللي هو من الماتشات الصعبه جدا، وممكن احتمال انك تخسر، بس لا انت ممكن تكسب وممكن تعمل كور حلوه وممكن تكسب باذن الله. فانت كنت لازم انك تعدي الطريق ده، انت كنت لازم انك تقعد تهاجم، مش انا اقعد العب كرات طوليه واقعد حسام عبد يرفع وين يرفع بديها للحارس. انا الشوط الاول حرفيا ما شفتش حاجه. يعني انا كل شويه كل اللي انا كنت بشوفه ارفع طوليه ارفع طوليه، فانا زهقت. خوان بيزيرا كان في الشوط الاول كان جامد، كان ايه لما راح عند ناحيه ايه الوينج. زي ما انا جيت قلت لكم ايه، ان لما خوان بيزيرا يبقى في الوينج هيبقى احسن بكتير. هتقول لي ليه؟ ما هو لما ينزل في العمق براحته بمزاجه هيبقى كويس، انما لما اخليه وينج في حاجه وحشه هتحصل. يعني انا مثلا في كوره اللي هو رقص فيها ترقيصات حلوه جدا جدا جدا، فجاه قرر انه يعمل اسيست بدل الجون فضاعت. اي نعم الفرصه دي انا كنت بتمنى ان هو يشوطها حتى لو صدت، بس كانت هتبقى خطيره. بعدها ابتدى بقى ان هو ايه يجرب انه يعمل خوان زي ما كانش كده. فكنتش بحب الموضوع ده. بس انا فكره يا جماعه لما الاقي ان العمق مقفول خلاص بقى العب على الوينجات. مين الوينج اللي عندي؟ خوان بيزيرا، خلاص العب على خوان بيزيرا واعمل جبهه. مثلا كان في جبهه كده ايام جروس يا جماعه، الثلاثيه دي كانت عاملين جبهه قويه جدا ايام جروس، وانا كنت عايز كده ان انت تعمل جبهه.
في ثلاثه: عبد الله السعيد مثلا، وعضي الدباغ، ومثلا ناصر منسي. فانا اعمل حاجه، اعمل منكش بس بعيد عن العمق. العمق مقفول، عمق مقفول ضب مفتاح، مش هتعمل حاجه. الكرات الطوليه هتنفعك يعني، بس هي 50 50، عارف؟ هي طص كده، ممكن تنجح ممكن تفشل، زي جول ناصر منسي كده. هي هتنجح يا تفشل، ودي معروفه قوي. بس بعد كده انا عايز اكلم معتمد جمال، عايز بعد كده اشوف حلول تانية غير العمق. العمق دي فكره حلوه بس في ماتش، في اتنين، بس مش في كل الماتشات، لان انا ما اعرفش اساسا الماتشات الجايه ايه اللي هيحصل. الفريق ده اكيد هيكون مذاكرني، فانا لازم ان انا اوريله ان انا بعمل كذا خطه. فهو اكيد هو كده هيتلبش في الكونفدراليه دي. لو الفرقه دي سكرتك بقى وقفت العمق، ايه اللي هيحصل؟ لازم يكون عندي حلول. انا اي نعم انا دايما كنت بقول ان معتمد جمال هو مش هيشيل اي حاجه من الماتشات دي كلها، لان اولا الحجج واضحه، ان هو ما عندوش سكواد، ان هو ما عندوش دعوه، لسه ما لحقش اساسا. هو جه، احنا عندنا ماتش كونفدراليه لو خسرنا هنطلع، فعايزك تكسب، حاضر. عندنا بقى ماتشات الدوري وفي بقى ضغط كبير، عايزك تكسب، حاضر. اول مره معتمد جمال يكسب 5 ماتشات من ايام جوزوتو فيريرا. خرجت من كاس مصر بسبب ان انا مرهق، بسبب ان اي نعم كان في غلطه من معتمد جمال، بس كان اجمالي في ارهاق لحد دلوقتي. اي نعم الماتش بقى الجاي بقى هيبقى يوم الثلاث الساعه 9:30، فانت عندك سبت حد اتنين، عندك 3 ايام هتقدر انك تريح. بس انا لازم الاقي في الوقت ده حل او حلول ناحيه العمق. ان انا مش عايز ان انا كل شويه لعبي هيكون على العمق، لان انا هلاقي دايما فرقه زي كازا تشيفز دي قفلت عليك العمق دايما، وفي فرق كده هتقفل عليك العمق. دي معروفه. يعني انت مثلا انت لو عديت اوتوه بتاع الكونفدراليه، انا مرشح جدا ان مصر هيبقى نص نهائي. انا مرشح جدا. لو هو بقى نص نهائي هترقع، ايه اللي هيحصل؟ هيقفل عليك العمق. وفريق مصر فريق على فكره قوي جدا. انت بتعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، انت واحد مش هتعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. فانت لازم توجد حلول عشان لما تلاعب فريق ده لو مذاكرك هتكون عندك حل تاني تقدر تعمله. مين اللي عنده يقدر يمسك في دماغه كذا حل؟ هو عبد الله السعيد. اي نعم عبد الله السعيد هو كان من اسوأ اللعيبه، أو مش من اسوأ اللعيبه يعني، ما اقدرش اتكلم، بس هو كان سيء. الماتش ده كان وحش، وده ما اقدرش الومه. ليه؟ لان العمق قافل، فهو مش هيقدر لازم يعمل جبهه. فهو ما اتضربوش على حته الجبهه دي، ما اتضربوش. يعني ايه جبهه؟ يعني الاقي في ثلاثي كده عمال يبص لبعضيه وعمال يتحركوا وينقلوا الكوره بسرعه عشان يطلعوا للتلت الهجومي. وده اللي كان لازم يعمله مين منهم 100% عبد الله. فعبد الله ما كانش عارف ان هو يوصل، بس اي نعم كان بيعمل كور وكان بيقعد ينقل الملعب كتير، بس برضه هو ما كانش عبد الله. لكن انا مبسوط من الماتش جدا، والحمد لله ان احنا كسبنا. ويعني انا فاضل لي 5 ماتشات، انا ما عنديش مانع اكسبهم باي طريقه، بس المفروض اكسبهم. لان انت ماتش هتبقى اول الدوري، خلاص، رسمي رسمي. انت عارف يعني ايه اول الدوري وبيراميدز تحتيك؟ بيراميدز دي لو انت كسبتها هتنزل تحت اكتر. هيبقى عندك مين؟ عندك الاهلي، هتقعد تنافس انت والاهلي. ونخش يا شباب على فقره التقييمات. مات سليمان 8، محمد ابراهيم 5، حسام عبد المجيد اديله 4. لسه ما خدش، لسه زي ما هو. يعني انا لسه مش حاسه حسام عبد المجيد اللي انا لسه هقول لكم ان انا عارفه ان هو هيقعد يحرك بالكوره وبتاع. لسه مش شايف حسام عبد المجيد. حاسه ان هو خد دروب كده، ويا رب يا رب يا رب يعلى شويه عشان كاس العالم. انت عايز تبيع حسام عبد؟ انا عايز ابيعه الصراحه، لان هو حسام عبد بيقعد كتير قوي قوي. فبيعه واستفاد بفلوسه، يروح الاهلي. يا عم يروح الاهلي، مبروك يعني، ما عنديش مانع. ونش اديله 8، عامل ماتش جامد قوي وانقذنا من جون، وكنا هنقعد نتفرهد ونجري بنتايج. مش عارف ماله الماتش. هو فتوح ان يلعب الماتش ده اساسي، بس هو طبعا لسه راجع من اصابه، بس هو جاب جون. بس بنتايج ما كانش كويس قوي، بس يعني مش كارثه، مش وحش.
يعني انا عارفين اديله 5 عادي. ما كانش وحش بس برضه لسه من كده تقريبا كده ايه، شهر الجواز ده قضى عليه. محمد اسماعيل صفر. عنده ارهاق، تعبان جدا، باين عليه قوي، بتقل قوي على الفطار، مش عارف يجري. ف محمد اسماعيل يا حاجتين، يا يرجع سيرد باك، يرجع من سنتر باك قصدي، بس ما يكونش يكون اتنين مش تلاته، ونشوف الماتش هيمشي ازاي. محمد شحاته اديله تلاتة اتنين، يعني ما قدمش حاجه كبيره عشان نقف نص الملعب. وعبد الله السعيد اديله كنت انا بقول عليه لا يقيم، بس انا الماتش ده هقيمه للاسف واديله اربعه. ومش هقدر اتكلم لان برضه اقول لك عامل السن وعامل الموضوع ده كله، انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده واعمل اللي انا. لو الملعب مفتوح عبد الله السعيد هيبقى الملك، واحنا كلنا عارفين الموضوع ده. بس ما في نص الملعب مقفول، فما اقدرش اتكلم. أه... خوان بزيرة اديله بالترقصات الجامده اللي عملها دي، اديله سبعه. لانه وحشني موضوع ان هو عارف بدايه بتاعت مواليد العرب لما رقص فجاه كده، تك 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 كده، وكان اشتكى دي جايه جون. او ده اللي انا كنت بحبه قوي، وانا كنت حبيت اشوف فيه، فانا عايز اشوف الحركات دي دايما. وفكره برضو انه لما رقص ما قررش انه يأنن ويشوط، لا قرر ان هو يقعد يباصي. دي حاجه برضك ببسطاني. انا عايزه يعملها كذا مره، مش عايزه يجرب انه يشوط بقى لما خلاص بقى هو خلاص اتزنق بقى فيشوط عشان هو مش قادر يباصي. ناصر منسي الاسطوره 10 من 10 طبعا، ما اقدرش اتكلم عليه، احسن واحد في لاعب كره في كره القدم دايما. عدي دباغ اديله 5 برضو. ومش هقيم غير في التبديلات غير احمد فتوح اديله 10 من 10. رجوع والله. واتمنى انه يلعب 6، يعني احمد يعني بنتايج يكون ناحيه الشمال وفتوح يبقى في رقم 6. انا اتمناه. ونريح محمد اسماعيل يريح الماتش بقى اللي بعديه بقى يلعب، يبقى كويس جدا، يلعب بقى يقدر انه يقدم لنا حاجه. لان محمد اسماعيل بقاله فتره وحش، لان ضغط الماتشات هو مش متعود عليه. هو جاي لك من زد، ما كانش في الزمالك مثلا بقاله موسم عشان يتعود على ضغط الماتش، لا هو كان بيلعب ماتش كل اسبوع. بس خلي بالك ان انت هتلاعب فريق زد بقاله 10 ماتشات ورا بعض ما خسرش، تعادل او كسب، ما كانش بيخسر. معرفش ايه اللي هيتقدم بس ان شاء الله هتعرف تكسب. زد على فكره مشكلتها في الالعاب الاهوائيه، فانت من فتوح بقى لبنتايك الدنيا ان شاء الله باذن الله هتمشي. ومتنساش اللايك، الاشتراك. السلام عليكم.